السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض لحمه اللي هي الستيك او اللحمه الشرايح بطريقه حلوه جدا. تقدري ان انت تعمليها في العيد. لو حتى انت عامله دايت او مش عامله دايت اعمليها بالطريقه دي، بجد حلوه قوي وطلع طعمها بجد حلو. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وتعالي شوفي بقى عملناها ازاي بطريقه حلوه قوي. تقدري ان انت تعمليها كمان في العزومات، بتبقى طعمها حلو قوي. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف عملناها ازاي. ما تنسوش اللايك عشان بيرفع الفيديو. اول حاجه طبعا هنجيب اللحمه بتاعتنا، ما تكونش الشرايح رفيعه قوي ولا تخينه قوي، تكون كده متوسطه حلوه. يعني تخليه الجزار يقطعها لك في الوسط كده. حتى بتاعت الشوي برضو يعني ما تجيبهاش بتاعت الشوي ان هي تكون رقيقه قوي عشان ما تنشفش وتتحرق منك. هنجيبها بقى كده. طبعا انا لما اللحمه بتكون طازه انا ما بشطفهاش بصراحه، لاني لو شطفتها بحس ان انا بزفرها، لان اللحمه لما تكون لسه جايه كده طازه وحلوه فمش مهم ان هي تتشطف. هنجيب بقى معانا بصلتين كده حلوين، وهنفرمهم في المفرمه، وهننزل بيهم على اللحمه بتاعتنا بس بميتها بكل حاجة. وهنحط ملح وفلفل اسود، وعندك حبهان مطحون حطي رشة بس كده، وتبليها كويس قوي في اللحمة. حطيها في التلاجة بتاع 3 ساعات 4 ساعات، تبيتيها من بالليل يكون احسن واحسن. بتاخد بقى كده من الطعم وبتبقى حلوة قوي. على فكرة يا جماعة، محدش يشطف اللحمة كتير ولا تنقعها في مية، لان والله اللحمة بتتزفر لما بتنقعها في مية. فحاولي لو اللحمة بتاعتك طازة كده وحلوة ولسه جاية من عند الجزار مدبوحة، لا تحطيها في مية ولا تشطفيها ولا تيجي جنبها خالص. هي بس اللي بتشال في الفريزر دي. نحتاج بس لما نطلعها ان احنا نديها شطفة بس كده، ونبدأ ان احنا نشتغل بيها. كده بقى هتبلهم كويس قوي، يعني هخلي اللحمه تتبل مع البصل والملح والفلفل الاسود ورشه الحبهان كويس قوي. وهسيبهم بقى، انا سبتهم لمده 4 ساعات في التلاجة. وبعد كده رجعت بقى ان انا اعملهم بالطريقه الحلوه السهله اللي خلت الطعم حلو قوي، وخصوصا لما تكون اللحمه كمان طازه فبتدي طعم كمان حلو قوي. كده هتجيبي طاسة صينية أي حاجة، وتحطي فيها مكعب زبدة كده حلو، وتنزلي بقى باللحمة بتاعتك بعد ما سبتيها 4 ساعات أو من بالليل. تخلي بس الطاسة أو الصينية بتاعتك أو الجريلا تسخن، وبعدين تروحي حاطة الزبدة وتنزلي على طول بيها. تخلي بقى اللحمة تاخد صدمة كده مع الزبدة، بتدي ريحة حلوة قوي قوي في اللحمة. اول ما تنزلي باللحمة حاولي ان انت تهدي بقى النار شوية سنة كده. هبدأ بقى ان انا لما لقيتها كده شمعت شوية من تحت، اقلبها بقى على الجنب التاني، وكل 10 دقايق اروح قلبها على الجنب اللي بعده، وغطيها. لازم تخليها متغطية، غطيها علشان البخار يسويها. احنا هنحط لها زي ربع كوبايه ميه بس. بعد ما تتشوح كويس قوي من الجنبين ويبدا ان في صوص كده يطلع، هروح حاطه ربع كوبايه ميه صغيره واغطيها بقى واسيبها تستوى لحد ما الصوص يبدا ان هو يشربها. كنت بقى مقطعه معايا طبعا بصل وفلفل، هحطهم بقى جنبها كده علشان يتشوحوا جنبها. من العصارة بقى اللي بتبقى نازلة كده من اللحمة مع الزبدة بقى مع البصل والفلفل هيدوا طعم حلو قوي، عشان تحطيها بقى كده على وشها. هسيبها بقى كده تسوى على نار هادية خالص، وهديها بعد ما الفلفل والبصل يتشوحوا هحط عليهم حبة ملح وفلفل اسود، وهبدأ بقى ان انا اقلبهم مع الحاجة اللي نازلة من اللحمة مع الزبدة، واسيبهم بقى كده يتشوحوا معاها. وبعد ما يتشوحوا ويتبلوا هحط ربع كوبايه ميه صغيره خالص. وهسيبهم بقى وهدي عليها النار، واسيبها بقى ان هي تتسوى كده مع نفسها. اهي بقى انا حطيت ربع كوبايه الميه، وبدات برضو ان انا اشوفها كده بجسها. لقيتها ان هي بدات ان هي تستوى. هقلبها على الجنب التاني برضو، كل شوية بقى كده بعري واقلبها واغطيها تاني لحد ما هتشرب الصوص اللي هي نازل منها ده. وهسيب فيها حبة صوص صغيرين خالص. حتى انت لما تطفي عليها عايزاها تبقى طرية معاكي، خليها متغطية، ما تعريهاش. الاتنين التانيين في صينية كانت ألمونيا عادي خالص اتعملوا فيها. هديت النار وعملت فيها، ولا الصينية لزقت ولا أي حاجة. هنا بقى كده اللي أخدوا لون كده في الجريلا حلو قوي، بس عشان الجريلا ما بتلزقش فهي الحروقة بتفضل بقى كده تحت في الجريلا زي ما هي.
بس هي اللحمة ولا اتحروقت ولا حاجة اهي طالعة كده بقى. عملت 2 في صينية ألمونيا و2 في الجريلا، وخدت بقى الفلفل زي ما قلت لكم اللي اتشوح والبصل ده حطيته عليها كده من فوق، وعملت جنبها بقى حبة رز أبيض وسلطة، وتقدميها مع بطاطس محمرة. تعملي جنبها بقى رقاق في العيد. بس الناس اللي بتعمل دايت تاخدي بقى كده حتة زي كده مع الرز 10 معالق رز او ال5 معالق رز على حسب ما مسموح لك، مع حبة السلطة. وجبة حلوة جدا. مش عشان العيد مثلا وانت عاملة مظبطة اكلك وعاملة وجبات لنفسك تيجي في العيد تلخبطي كل دوت، ممكن الوزن يرجع في العيد في اسبوع العيد تلاقي وزنك رجع وازيد كمان. وجبة حلوة قوي والطعم حلو، والزبدة انا على فكرة دي زبدة فلاحي جاموسي، فالزبدة الفلاحي الجاموسي بتكون خفيفة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله ووصفة جديدة، وان شاء الله نعمل وصفات حلوة قوي بتاعكم، ونقدم وصفات حلوة كمان في العيد. متنسوش بقى اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة. السلام عليكم.